أستاذ محمد، إمتى يكون الطلاق واجب عند أي مرحلة من التقصير في هذه الحقوق اللي بيشترطها طرف على الآخر في هذه الوثيقة الجديدة؟ لا، الشروط الواردة في هذه الوثيقة أي شرط فيهم مخالفته؟ لا شأن له بالطلاق. المخالفة دي حاجة أيوة. ترجع للزوجة. الزوجة بتشترط بعض البنود. نعم. قلنا انه من حقها انها تشترط على الزوج انها تسافر، انها تعمل. من حقها ان تكتب في وثيقة الزواج ان تطلق نفسها بنفسها. من حقها ان تشترط عليه الا يتزوج باخرى. لكن بالنسبة لأسباب الطلاق فأسباب الطلاق عديدة. إذا تضررت الزوجة الضرر عام. إذا تضررت، إذا كانت هذه البنود شأنها شأن أي شيء يضر بالزوجة، من حقها أن تلجأ للقاضي بطلب الطلاق للضرر. يعني أنا لفت نظري حاجة، إن هي ممكن من ضمن الاشتراطات اللي تحطها في العقد الجديد إن هي تسافر وقت ما هي تحب، وأنا وافقت على ده ومضيت على الوثيقة وموافق عليه، وبرغم موافقتي عليه أنا مرضتش إن هي تسافر اليوم الفلاني أو تروح الحتة الفلانية. ما أنا لن أستطيع أن أمنعها من السفر. الزوج بهذه الوثيقة لن يستطيع أن يمنعها من السفر. وبعدين المنع من السفر يشترط حكم من المحكمة. ومع وجود هذا الشرط في الوثيقة فالقاضي يستحيل أن يمنع زوجة من السفر، خصوصا أن الحق في السفر من الحقوق الدستورية، وقضت بذلك المحاكم العليا في مصر بأن من حق الإنسان أن يتنقل وهو حر كيفما يشاء، ومن بينهم الزوجة. فالنهاردة خلينا في المضمون العام للطلاق. هذه البنود ثبتت بين أو وقعت بين الطرفين. خالف أحدهما هذه الشروط. إذا كان الطرف الآخر متضرر من هذه المخالفة فله الحق أن يلجأ إلى دعوى التطليق للضرر. الذي يلجأ هي الزوجة. لأن الزوج ليس له الحق أن يلجأ للقاضي ويقول طلقني، لأن هو في إيده إنه يطلق. هو في إيده، هو اللي ماسك الريموت. هو الذي يستطيع أن يفصم عرى الزوجية، يعني يفك يحل العقد. عقد الزواج ده اللي يحله هو الزوج. الشرع اداله هذا الحق. أما إذا هو تنازل عن هذا الحق للزوجة وكتب في الوثيقة أن لها الحق أن تطلق نفسها بنفسها، فهي تقدر برضه تحل. النهارده القانون برضه توسع وأعطى الزوجة الحق في أن تطلق نفسها خلعا. يعني إذا رأت أن الزوج ده مضايقها وإنها هي لا تستطيع يعني الصبر على معاشرته والعيش تحت كنفه، من حقها أن تلجأ للمحكمة وتقول والله أنا أخشى ألا أؤدي فروض الله. والمحكمة بتحاول تجري محاولات الصلح بين الطرفين، فإذا عجزت بتحيل الأمر، تنتدب حكم من أهلها وحكم من أهله طبقا للشرع. فإذا لم يستطع الحكمان أن يوفق بينهما ويتم الصلح بيرفعوا تقريرهم للمحكمة، والمحكمة حينئذ لا تملك إلا أن توقع الطلاق خلعا. هذا الحكم إذا صدر يبقى حكم على مرحلة واحدة بس. حكم الطلاق للخلع أو حكم الخلع، يعني حكم الطلاق خلعا يتم على مرحلة واحدة لا استئناف له، حكم نهائي بمجرد صدوره. سؤال ملح جدا، وثيقة الزواج الجديدة جت عشان تحل مشاكل ايه كانت موجودة في النظام القديم قبل صدور هذه الوثيقة؟ هذه الوثيقة يعني المشرع، قلنا ان المشرع حصيف بيحاول مشكلة العمل. مشكلة العمل والزوج عايزة تشتغل او ما عايزاش تشتغل، فالمشكلة دي قد تطرأ يعني في وثيقة الزواج القديمة. تطرأ بعد توثيق عقد الزواج. أما الآن فإذا اشترط أنها تعمل خلاص يبقى الزوج من البداية متجوزة وهو موافق على أنها تعمل. تمام. واحدة دكتورة في الجامعة وعايزة تسافر برضه كذلك. لكن أنا بطلب من المرأة نفسها أن تحافظ على بيتها وتحافظ على كيانها، لأنه النهاردة استقرار المجتمع في رقبة المرأة. عمود المجتمع مش الراجل. الراجل ده يعني الأداة أو المحفظة اللي بتشغل الأسرة. أما الذي يحافظ على كيان الأسرة ويبنيه البناء المتين والأساس السليم هي المرأة. إذا انهارت المرأة انهار المجتمع. زيادة عدد حالات الطلاق في الآونة الأخيرة له أسباب كتير، الوثيقة سبب منه؟ لا استطيع ان اعزي هذا الامر للوثيقه. ما هو في اسباب اقتصاديه وفي في اسباب كتير طبعا. هو يقال انه يعني بحثوا بعض الباحثين الاجتماعيين بحثوا هذا الامر، فقالوا انه مصر احد اسباب الطلاق فيها الحاله الاجتماعيه
والحالة الاقتصادية المتدنية. طيب لما لقوا انه الكويت حالات الطلاق فيها اعلى من مصر، والكويت لا تعاني بالزبط. من مشاكل اقتصادية، فهذا الامر انا يعني مرجعه الاساسي من خلال خبرات طويلة اكتسبناها في العمل في المحاكم. اولا اختلاف الثقافات. نعم. اختلاف الثقافات، يعني المفروض البني ادم اللي عايز يتجوز لازم يتجوز واحدة من وسطه. يتجوز واحدة من وسطه، ولا يعني ما يقعدش يسب لها وما يقعدش يعمل لها فالنتينو زمانه في ايام الخطوبه. لا، لازم ايام الخطوبه يظهر لها وجهه الحقيقي، يبقى في دراسه حقيقيه لشخصيه هو بيحب ايه يعني وهو بيكره ايه، عشان لما تتجوزوا على علاته. بس فكرك في فتره خطوبه هتمر كده يعني هيقعدوا يقول لها انا بحبك والله بيحصل، وانا عيبي كذا والله بيحصل. انا شفت بعض الحالات اللي هي استمرت الزواج القائم بالفعل. الزوج، انا لسه بحكي مع واحد صديقي وصديقي ده اولا كشري جدا، ولما يضحك بيبقى يوم عيد. فقلت له احلى حاجه فيك انك انت اثناء الخطوبه برضه كنت بتعملها كده. ده فعلا بالفعل. فهي البنت خدته بعلته، يعني هي قبلته بحالته، عرفت انه فلما تزوجها ما تغيرش حاله. لكن هو لو اثناء فتره الخطوبه كان يعني بيستحمى ويعمل الشويتين بتوع للشباب والبرفان بالظبط كده، لما يجي يتجوزها تلاقي صوره ثاني، كان مش ممكن كانت الحياه تستمر بينهم. مشرع اكيد بيدرسها من كل الزوايا، ولكن بعد التجربه العمليه البعض بيجد ان القانون ده في صف حد ضد حد. ده حصل فعلا مع وثيقه الزواج الجديده. هو القانون زي ما حضرتك قلت، القانون بيصدر عام ومجرد، دي قاعده عامه في اصدار القوانين لكل. يعني لو القانون لم يصدر على سبيل العموم ولم يتجرد عند اصداره يدخل في نطاق شبهه عدم الدستوريه. تمام. فالنهارده ما فيش قانون بيطلع ويبقى قاصد الظلم. اكيد استحاله يعني. القانون لما بيخرج بيحاول ينظم الحياه بين الطرفين بحيث انه ما فيش حد يتعدى على الاخر او ما فيش حد يميز على الاخر. نعم. لانه بيصدر على سبيل العموم. والقانون ما يعرفش اشخاص. اكيد. ما يعرفش المرأة وما يعرفش الرجل. اكيد. لان الدستور وهو اعلى مراتب القوانين بيقول الناس امام القانون سواء لا تمييز بينهم. تمام. الناس، وما حددش في كلمة الناس ذكر او انثى. بالظبط، على سبيل العموم. حتى ومن اجل ذلك المرأة اصبحت قاضية. واصبحت مأذونة. مش ناقص غير انها تبقى ملاكمة. واعتقد انه في ملاكمات وفي مصارعات وفي كرة قدم نسائية. فالنهاردة البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد. ده أكيد. زي ما قالت السيدة سعاد حسني في الأغنية الشهيرة. ويمكن أكتر من الولد في بعض الأحيان، يعني في بعض الأمثلة في بعض الأسر تلاقي البنت متفوقة ومتميزة جدا عن أخوها ومفيدة لأسرتها أكتر من أخوها. ده النهاردة البطالة بتشمل الرجالة والشباب أكثر من الإناث. نرجع مرجوعنا بالنسبة للقانون، هل هناك في القانون؟ نعم، ممكن أثناء التطبيق العملي تحصل مشكلة ونلاقي إنه في ثغرة تشريعية. يعني مثلا في أحكام الرؤية. أحكام الرؤية اكتشفنا أثناء يعني الممارسة العملية أن الرجل الذي تمتنع المرأة عن إنه يشوف بابنه من حقها أن يلجأ للقاضي ويطلب نقل الحضانة منها إلى من يليها عشان يتمكن من رؤية ابنه. طيب لقينا العكس. الراجل اللي صادر له حكم بالرؤية ما بيروحش يشوف ابنه. ما بيروحش يشوف ابنه، والابن عايز يشوف ابوه. ده والابن عايز يشوف ابوه. طب نحكمها ازاي بالقانون؟ والقانون ما بيقولش ده، ما نظمش هذا. ماذا نفعل في هذه اللحظة؟ دي الحاجات اللي نقدر نقول عليها. لكن بالنسبة للنفقة، بالنسبة للطلاق، القانون والمشرع نظمها وما فيهاش ادنى مشكلة. نعم. لانه من يدعي شيء عليه اثباته. اكيد. انا متضرر من الاستاذ مدحت، يبقى انا اللي اثبت الضرر. البينة على من ادعى. انا زوجتي رفعت دعوى نفقة ضدي. رفعت دعوى نفقة بتقول انه محمد ده بيشتغل الشيء الفلاني وما بينفقش عليا. القانون جعل رفع الدعوة بذاته دليل على عدم الانفاق. رفع الدعوة بذاته دليل على عدم الانفاق. يتحقق من صدقها ازاي؟ انا هقول لحضرتك، يعني هو رفعت الدعوة النهارده بتقول ما بينفقش عليا، ما طلبتش بمدة سابقة، يبقى تاريخ رفع الدعوة دليل على التوقف على الانفاق من يوم رفع الدعوة. ايوه
واخد بال سعادتك. لكن لو طلبت مده سابقه قالت ما بينفقش عليها من سنه كذا، ما فيش سنه كذا، ما هو القانون ما سابهاش انها تقول من 10 سنين، اداها مده سابقه سنه. لا تستطيع ان ترفع دعوه بزياده عن سنه. اللي سكتك اكتر من سنه. القانون قال كده. نعم. فلو اترفعت الدعوه قبل سنه، يعني من سنه، من حقها ان تطلب من القاضي احاله الدعوه للشهود. تمام. والمحكمه تجيب الشهود، لو الشهود قالوا انه فلان ما بيصرفش على فلانه المحكمه بتقضيها. لكن لو رفعت الدعوه وقالت انا متضرره من انه ما بينفقش عليا من تاريخ كذا اللي هو تاريخ رفع الدعوه، المحكمه بتديها الحق في انها تتحرى، تعمل المحكمه تخاطب الجهه اللي بيعمل فيها الانسان، او لو بيشتغل يعني حر بتخاطب قسم البوليس اللي وقع في دائرته وعمله عشان الاسم يعمل تحري ويقول ان الراجل ده دخله كذا. الوقت بيداهمنا وفقرتنا قربت تخلص. انا كنت عايز اسال حضرتك في حاجه. سمعنا ان في تشريع جديد بيدرس انه الولايه على التعليم بتبقى للرجل فقط مش للست، ودي قضيه عملت كتير مشاكل، يعني لانه في حاله الطلاق من باب العند الراجل بيغير مدارس الولد او العكس. هل رايك يعني راي حضرتك ايه فيه، والتشريع ده في صالح مين يعني؟ لا هو حضرتك ما فيش تشريع. هي المحكمة الإدارية العليا أيوة أصدرت أحكام بأن الولاية التعليمية حال الانفصال للرجل، لأنه الولاية بصفة عامة أصلا للرجل. لكن جه قانون الطفل المصري في مادته ال 54 أعطى الولاية التعليمية للأم حال الطلاق، فهذه المادة مطعون عليها بعدم الدستورية ولم يقضى فيها بعد. لكن المحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكام طبقا للمنهج العام أن الولاية للأب. المشكلة دي مشكلة صعبة جدا للغاية، جدا صعبة للغاية بجد. يعني في بعض الرجالة بيسحبوا ورق العيال من المدارس بالفعل، وبيحطوهم في مدارس بعيدة عشان يثقلوا الأم. أكيد. وفي بعض السيدات أو يوفر فلوس، يعني هو كان عنده القدرة المالية مدخله مدارس كويسة يعني بعد الطلاق. احنا مش هنقدر نقول يعني نرمي الكرة في ملعب الرجل دايما. لكن في بعض السيدات أيضا بتدخل العيال مدارس لا يستطيع الأب على يعني القيام بأداء مصاريف هذه المدارس عشان تلوي دراعه. فالإدارة التعليمية النهاردة وزارة التربية والتعليم بتحاول بكافة السبل انها تيسر، فجعلت الامر للإدارة التعليمية. الإدارة التعليمية التابع ليها المدرسة من حق الأب انه يلجأ ليها ويقول له يا إدارة وسط القاهرة انا ظروفي ما تسمحش انه ابني يخش المدرسة اللي مصاريفها 20,000 جنيه. تمام. فالإدارة بتبعت للأم وتجيبها، يا أم إما تتفق مع هذا الرجل وإلا هنعطيه الحق في أن يسحب أوراقه طبقا للقانون. بالظبط. فالأم عادة يعني بيتم الاتفاق وتهدى الأمور بينهم. وأنا برضو بنصح الأب والأم إنه الولاد ما يعني لا يجوز إن أنا أحارب ابني، لأن أنا بحارب زوجتي ولكن المصاب الأول هو ابني وهو قطعة منه. هو أحيانا الأم والأب في حالة العند بينسى إن السلاح اللي بيستخدمه ضد الطرف الآخر هو أعز حاجة عنده. ده سلاح فاسد، الولد أو البنت ده سلاح فاسد. ولما يعني عندما بيرتد لي أنا، بيرتد للأب أو بيرتد للأم، لأنه الولد إذا فسد اللي هيدفع الفاتوره في الاخر هم. اكيد. وصلاحه اللي هيقبض كم سمعنا وحضرتك بنقرا كل يوم في الحوادث ابن يقتل اباه، ابن يقتل امه. فده شيء يعني صعب جدا. لا اله الا الله. على اي الاحوال الاستاذ محمد راضي المحامي بالنقد، حضرتك تحب في نهايه هذه الفقره انك تسجل كلمه عن وثيقه الزواج الجديده سواء سلبا او ايجابا؟ أنا والله إذا صلحنا نحن، إذا صلحت أنفسنا، كل قوانين العالم لن تستطيع إصلاح الشيء الفاسد. الذي يستطيع أن يصلح حياتنا هو أنفسنا بس. الأستاذ محمد راضي المحامي بالنقد، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا النهاردة واستفدنا كتير من معلومات سيادتك والمناقشة معاك. بشكرك جدا جدا يا أستاذ محمد، ومنور دايما مصر 3 ساعات. مستمعينا الأعزاء